السلام عليكم متابعينا الحلوين، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. تعالوا ويا بعض نسوي الطيب حلا بعجينة بقلاوة. طبعا هنا أنا عندي قالب مال كيك. قالب هو مال تشيز كيك يعني. طبعا الاختيار هو بكيفكم، اذا تريدون كبير او صغير بكيفكم انتو تختارون، يا قالب تريدون تقدرون تجيبون نفس القالب وتسوون هاي الخطوات اللي انا راح اسويها. طبعا خليت داير مداير قالب اول مرة ورق مال فرن، بعدين راح اضيف ورق مال عجينة البقلاوة. كل ورقة اخليها راح اخلي عليها الدهن. طبعا هنا أنا عندي دهن الحور ودهن الأصيل ثيناتهم خلطتهم مع بعض ودا استعملهم. كل طبقة اخليها راح اخلي بيناتهم دهن. طبعا هذا الحلو من افكاري. كان عندي عجينة زايدة فقلت ليش تخسر ونزتها، بما انه نحنا ما نحب هواية بقلاوة، فقلت خلي اسويها هذا الستايل الحلو اللي راح يطلع قدامكم. وطبعا طعمها همينة كلش طيب يعني. انصحكم تجربوها للافطار، خصوصا هسه رمضان واحد يحتاج للافطار حلويات، فهذا الحلو كلش طيب للموسم رمضان. بس نحتاج شوية مواد، يعني مواد هواية لازم يكون عندنا حتى نسوي هذا الحلو. طبعا هسه بعد ما دهنتها كلها طبقة واحدة راح أظل أقص داير مدايرها كلها حتى أعدلها أسويها نفس القالب اللي عندي. ومثل ما قلت لكم القالب هو اختياري بكيفكم، تقدرون تسوون قالب كبير أو صغير يعني ماكو أي إشكال. هاي بعد ما قصيتها كل الزين راح أظل أدهن الحافات حتى كلها تحتمر وتصير كلش حمرة وحلوة يعني من أدخلها بالفرن. طبعا بعد ما سويتها كلها وخلصت وراح أدخلها بالفرن لحد ما تحتمر. وهنا أنا بالجدرية على نار راح أخلي تقريبا كوبين ونصف حليب. طبعا نحتاج كوبين ونصف فقط مو أكثر. وراح أخلي ملعقتين كبار سكر. وراح أضيف هم نكهة البرتقال. طبعا هاي النكهة موجودة بجميع الماركتات الأوروبية، تنطي نكهة كلش طيبة للحلا اللي دا أسويه. وراح أضيف معلقتين اثنين كبار مال السميد الناعم. وراح أضيف شوية نشا وراح أخلطهم مع بعض وراح أبقيهم على النار لحد ما يتمسكون على مهلهم. بعدين راح أضيف عليهم شوية زبدة سائلة وشوية شوكولاتة حتى تنطي نكهة كلش طيبة للحلا اللي دا أسويه. وراح أخفقهم كلش زين على النار لحد ما أشوف تمسكت عندي، صارت مثل كاستر يعني. لا تكون كلش لينة ولا تكون كلش ناشفة، يعني راح تشوفون شلون تكون لحد ما تتمسك بعض والمواد كلها تاخذ طعم بعض. وهنا أنا طلعت العجينة البقلاوة اللي خليتها بالفرن. راح أظل أكسر قلبها لين شوية كان مرفوع لي فوق، راح أكسرها كلش زين. وراح أضيف عليه شوية جوز حتى من أخلي المهلبية اللي سويتها أو الكاستر اللي سويته أخليه فوقها يزتها يعني يهبطها لي جوا تصير كلها قالب واحدة. وبما أنه البقلاوة عجينة البقلاوة دائما تحتاج القطر، هنا ضفت عليها شوية قطر كنت مسويتها قبل. ضفت عليها شوية قطر بس حتى أخليها تكون طرية. وبعدين راح أضيف المهلبية اللي سويتها فوقاها. وراح أعدلها كل الزين وأبقيها مكان بارد، يعني مو بالبراد وإنما مكان بارد يعني حتى إذا يكون برا ماكو أي إشكال. هنا أنا راح أحضر طبقة الثانية اللي راح أحتاجها. طبعا راح أخلي 300 جرام حليب. وراح أخلي كريمة شانتي، أنا راح أستعمل هاي النوعية كل الزينة متوفرة هم بجميع ماركتات أوروبية، طعمها كلش طيب بالحلويات وخصوصا بالكيك. وهنا أنا راح أخفق الشانتيه كلش زين حتى يصير مثل كريمة، يعني حصل على قالب كريمي. هنا أنا هم راح أستعمل جيمر تركي، طبعا متوفر هم بالماركتات التركية هنا أو ماركتات عربية. راح أحتاج فقط معلقتين اثنين. وراح أستعمل قطعتين اثنين كبار جبنة كيري. وراح أخفق كل المواد مع بعض مرة ثانية.
لحد ما يخلط الجيمر والكيري مع الكريمة اللي سويتها. طبعا هنا أنا راح يكون عندي نكهة كلش طيبة. يعني دائما سووا كريمة للكيك أو لأي حلويات ثانية، لا تستعملون كريمة بوحدها، حاولوا أنه تخلطوها ويا مواد ثانية راح يكون طعمها كلش طيب. هنا أنا بعد ما نشفت الطبقة الأولى راح أضيف الطبقة الثانية اللي هي الكريمة اللي سويتها، وراح أصفتها كل زين، وراح أزينها طبعا تزيين حسب ذوق مالتكم. بما أنه أنا خليت جوز، راح أكمل التزيين مالتها كله بالجوز، بس أنتوا إذا تريدون تقدرون هم تسووها بالفستق، ماكو أي إشكال، بس احنا نفضل الجوز أكثر من الفستق، فتقدرون تخلونها فستق ماكو أي إشكال، أو لوز يعني جدا عادي. شوفي شنو المكسرات اللي عندك انتي بالبيت تقدرين تستعملين. ومثل ما قلت لكم التزيين هو حسب الرغبة مالتكم. طبعا هاي ما تحتاج تخلوها بالبراد نهائيا، لأن العجينة راح تصير طرية كلش وما تنوكل، لازم تبقى برا مجرد ساعة واحدة أو نصف ساعة تكسريها وتاكليها. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة لهذا اليوم. أترككم بخير وسلامة، وأشوفكم بوصفات ثانية. مع السلامة.